بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم معنا في شويه جديده من شوات شمس. كنتمنى تكونوا في احسن حال نتوما كتشاهدونا في فيديو اليوم ان شاء الله غنقترح عليكم نحضروا مع بعض الكعك اللي غني عن التعريف، وشي حاجه اللي زوينه بزاف. اليوم غتشوفوه معايا بمقادير مضبوطه وبطريقه سهله وبسيطه. فقط بقاو معايا لاخر الفيديو باش تشوفوا جميع التفاصيل. فما غادي اليوم ما غادي تفوتوا حتى شي حاجه، وغيولي عندكم الكعك بتغمض العينين غادي تصاوبيه. كنعرفوا ان كل منطقه كتصاوبوا بالطريقه ديالها، فاليوم ان شاء الله حاولت انني نعمله، ولكن يكون الطريقه اللي تكون سهله وبسيطه، فما تبخلوش عليا وتجي عندكم مروا المكونات طريقه التحضير. فاول حاجه كنعملوا هي كناخذوا واحد القصريه ولا اناء. فاش غنخدموا كنوضعوا فيه كاس ديال السكر حبيبات اولا سنيده، ومن الاحسن يكونوا الحبيبات ديالها رقاق. كنضيف كذلك نفس العبار الكاس. باش عبرتو سنيده كتعبروه ماء عادي غير من الصنبور. كنضيف كذلك ربع كاس من نافع وحبه حلاوه. هنا راني مخلطه ما بين نافع وحبه حلاوه صراحه، لانني بغيت هذا الكعك يكون من السم. ممكن تعملوا غير النافع بوحدو ماشي اشكال. كذلك هنا ضفت ساشي ديال الزهر وساشي ديال الفانيلا على هذا الشكل، والملح. يعني كاع الاشياء اللي خصهم يذوبوا في الماء كنضيفوهم في هذه المرحله هذه. كنحرك هاد العناصر كامله اما بفوي ولا بيديك، ما كاين حتى مشكل. كنحركو مزيان مزيان هاد العناصر هادو، وكنخليو هاد الخليط هذا كنخليه على جنب. كنغطيوه بطبيعه الحال وكنخليوه على جنب حتى كذوب هذاك السكر ولا ديك السنيده في الماء. فهذا هو سر نجاح الكعك، اللي بزاف منكم كيسولني علاش الكعك كيجي قاصح ما كيجيش زوين، كيجي ما يمكنش تاكليه، ما كيجيش بنين. فهذه هي الطريقه. خاص ضروري داك السكر يذوب في الماء. شوفوا ما كيبقاش كيولي عندنا بحال السيرو يعني ما حلو بداك السكر مباشره. هنا بنفس الكاس كذلك كنعبر كاس ديال الزيت النباتي، يعني كاس ديال السكر، كاس ديال الماء، كاس ديال الزيت. هادو هما المكونات الاساسيه في الكعك ديالنا. فمن بعد ما كيذوب لينا كما شفتوا داك السكر، ضفنا داك الزيت وحركنا كذلك شويه، ومباشره كنبدا نغربل بطبيعه الحال الطحين الابيض خاص بالحلويات. كنبداو نضيفوه غير بشويه بشويه حتى كيتجمع لينا الخليط. وما نساوش واحد خميره الحلويات ديال 8 غرام اولا معلقه صغيره ديال الحلوى ديال خميره الحلويات. وكنبدا نجمع في العجينه ديالي، وهنا ما كنضيف باقي حتى شي حاجه. غير هو هنا يعني بطبيعه الحال خاصكم تنتبهوا للطحين. ضيفيه غير بشويه. الا كنتي اول مره غتعملي الكعك ضيفيه غير بشويه بشويه وانت مستمره حتى تبان لك العجينه تجمعات. ما تجيش وتضيفي الطحين دقه واحده باش ما توحليش في الاخير وخصك تضيفي حاجه اخرى، راه ما كتبقاش عجينه كيف ما الاول. هنا عندي 600 غرام ديال الطحين. كنبدا نضيف فيها غير شويه بشويه. ما تجيوش كما قلت لكم تخلطوها كامله. كنضيف في الاول واحد 350 حتى 400 غرام، وكنبدا داكشي اللي شاط ليا كنبدا نضيفوه بشوي بشوي. المهم العجينه خصها تكون شي شويه مرخوفه ماشي جاريه. ما تكونش جاريه ابدا. نتوما غتشوفوا معايا قوام العجين كيفاش خصو يكون، لاننا غادي نخرجوه في الماكينه. يعني خاصو يكون مرخوف شي شويه ماشي جاري، لان الا كان جاري ما غاديش العجينه غادي تسخن في الماكينه وغتولي جاريه بلا قياس وما يبقاش شاد لكم الفورمه ديالو. شوفوا العجين كيفاش كيكون، راه هو مرخوف شويه. فانا صراحه كنعملو في بلاستيك غذائي وكنخلي العجينه ترتاح شويه. ما كنقيسها ما والو، ما دلكتو ما حتى شي حاجه. كنخليه واحد 15 دقيقه في طاوله العمل حتى كيبان ليا العجينه بحال طلقات شويه الزيت. تما كنعرفها راه ارتاحت. كنوجد البلاصه فاش غادي نخدم كنوجدوها بطبيعه الحال. كنوجدوا الماكينه ديالنا والمسائل كامله. ومباشره كنبدا ناخذ العجينه ديالنا وكنعملوها في الماكينه وتنبداو نخرجوها. واحد الملاحظه بالنسبه للماكينه، فضروري انكم الا بغيتوا تخدموا يعني تخدموا في هذه الماكينه ديال الكاطو كي كنقول لها ولا كل شنو كيسميها. فضروري كنعملوا واحد الطريف ديال العجينه هو الاول، وكنبداو نخدموه نخرجوه بالبوق ونعاودو نردوه ونعاودو نخدموه ونعاودو نخرجوه. هكاك كنبقاو نخرجوا العجينه ونعاودو نردوها للماكينه حتى كنقيسوا الماكينه ديالنا وكتبان لينا سخنات. يعني ديك الماكينه بحال كنسخنوها يدويا. عاد من بعد كنبداو نخدموا العجينه ديالنا عادي. فديك السخونيه اللي كتسخن الماكينه حتى تسخن لينا حتى العجينه وكتبدا هكا كنخدموها عادي. شوفوا الطريقه راها سهله. كنبدا نخرج هكا الطريفات هكا ديال العجينه بالبوق هكا وكنلويهم على هكا على يدي بكل سهوله. كنجبدها شويه ونلصقها، راه كتلصق
ويديا راه كنعملها في واحد القليل من الزيت غير شويه باش ما تلصقش لي العجينه في يدي كما قلت لكم لانها كترخف. صافي هنا وكنستمر بهذه الطريقه هذه. شوفوا فإلا عندكم صراحه واحد البوق راني كنقلب عليه لانه توضر ليا وما لقيتوش باقي في الاسواق لانه قديم عندنا بزاف وما لقيت غير هذا هو باش خدمت واخا عصبني وانما راه قضى ليا الغرض صراحه. واحد البوق ان شاء الله الا خديته غادي نصوروا لكم باش تشوفوه. صراحه خصني ان شاء الله باذن الله غير نلقاه. ما كيكونش هكا ما كيخرج لكمش الكعك مشنتف فهذا صراحه بحال شي شويه مشنتف. هذاك الشيء علاش سميتو الكعك المشوك لانه جا شي شويه المنظر ديالو بحال مشوك كما نيت قلتها. فالبوق الاخر ما كيخرجش هاد الشنيتفات اللي كتشوفوا في العجينه، لا كيخرج هكاك فيه لاطراس البوق ولكن مصاوبين. فراه غير من البوق ماشي من العجينه ما حتى شي حاجه. شوفوا معايا كي جا وصراحه راه جا المنظر ديالو غزال، راه اللي كلا عندي كيحماق عليه كيعجبو بزاف وحتى الشكل ديالو عجبهم. فيمكن غادي يبان ليا نبقى نخدم غير بهذا البوق هذا. فانتم شوفوا معايا كيجي غزال كتاخذوا كميه من العجين وكنحطوها هكا في الماكينه وكنبداو نخرجوها بهذه الطريقه. انا راه كنعبر 4 الصباع وكناخذ على هذا الشكل هذا وكنلوي العجينه وكنلصقها في الجانب ديالها وكنحطها في صفيحه الفرن. كنستفهم وحده حدا وحده. راه في الاول كتخدمي الاولى الثانيه عاد تيبان لك العبار اللي بغيتي، واش بغيتيهم كبارين اولا بغيتيهم غير صغيورين. انا صراحه عملتهم غير صغيورين، بغيت الشكل ديالهم يكون محدق هكا وتبان شي حاجه ديال الدار. راه العجينه كما شفتوا نتوما كنلويها وكنجبدها غير شويه عاد كنلصق داك الجانب بحال هذا الشكل. نحاول نقرب لكم هنا لانه صراحه ما بانش ليا مزيان وحاولت انني هنا يبان لكم. هانتوما كنلويها وكنجبد شويه ونلصق، ما كنضغطش حيت العجينه كتكون شويه مرخوفه تتلصق راسها براسها ما كتمحنوش معاها بحال هكا. وكنستمر وانا كنحط في الطاوه هكا. الا كانوا وليدات حداكم ولا شي حد يعاونكم راه شي حد هكا كيعمل العجينه كيخرجها في كيدور الماكينه وانتم كتاخذوه وتخدموا. كنتو غير بوحدكم راكم كتدوروا في العجينه وكتخرجوها في نفس الوقت ومستمرين. راه كميه العجينه راه ماشي بزاف يعني تكون كميه اللي هي قليله باش هكا تجربوا عليها الا كنتوا اول مره غادي تعملوا هذا الكعك هذا. فهكا حتى نتوما تجربوه. فعلى هذا الشكل هذا كنستمر حتى كنكمل الطاوات اللي عندي بطبيعه الحال. كنسخن الفران من قبل عافيه كتكون من تحت منهم. كنسخن الفران مزيان عاد كنقصهم. وصراحه راه كياخذوا وقت في الفران يعني راه ما تستريساوش عليهم وما تزربوش عليهم. بغيتو تقرمشه راه هو تيجي واعر الا طاب في الفران ديال الزنقه اولا فران كي كنقولوا الحومه. اما في الفران ديال الدار راه كياخذ وقت يعني. انا صراحه نقصت عليه الفران ونسيته في الفران خليته فيه حتى بان ليا تحمر من التحت. فاش كنهز ديك الكعك كنهزو حيده كنلقاها خفيفه كنعرفها صافي راه طابت. عاد عاوتاني عطيتهم العافيه من الفوق مهيله وخليته تاني يتحمر على خاطرو وجا على هذا الشكل. فراه كما قلت لكم خليوه يطيب على خاطرو ما تزربوش عليه ما تقيسوه ما تحاديوه ما حتى شي حاجه. الطاوات راه كنت دهناهم من قبل شويه ديال زيت نباتي صافي وكيجيو على هذا الشكل هذا. صراحه جا شي حاجه غزاله بزاف، جا مقرمش جا لذيذ بزاف وكما شفتوا المقادير ديالو راه بسيطه. ولكن راه النتيجه ديالو كتجي رائعه هكا. الا بغيتو تذوقوا به حتى هو الطبله ديالكم راه كيجي شي حاجه غزاله وكيخرج كميه زوينه. واخا الكميه ديال العجين راه قليله ولكن راه كيخرج ما شاء الله. ها هو كيجي على هذا الشكل رائع بزاف وخفيف. راه فاش كتهزوه كتحسوا به خفيف تما كتعرفوا ان العجينه ديالكم مخدومه مزيان وناجحه بلا قياس ان شاء الله. فاذا بغيتوا هكا تحتفظوا به فضروري يكون هكا علبه اولا شي سوبيره تكون محكمه الاغلاق ما كتدخلش لها النفس اولا الرطوبه وتحطوه في بلاصه ما فيهاش الرطوبه. فهو راه عدو هو راه البلاصه اللي كتكون فيها الرطوبه باش كيبقى مقرمش وكيبقى زوين. صراحه راه كيبقى مده طويله وصراحه راه شي حاجه اللي زوينه غير جربوه. انا راه اكيد ان شاء الله غادي يعجبكم كيف بزاف وصفات اللي كنقدم لكم والحمد لله كينالوا الاستحسان ديالكم. فهذه هي الكميه اللي عطاني وباقي واحد شويه اخر اللي عطاتني هاد الكميه ديال العجينه. فهي هذه كما قلت لكم باقي شي حبات اخرين ماشي بزاف.
وقد تقدموه مع هكا مع كويس داتاي اولا مع قهوه، تيجي شي حاجه يا سلام. فبالمناسبه باش ما ننساش، فهاد العجين هذا ممكن هو نفسه تخرجوا منه القريشلات يعني البلديين، راه كيجي رائع وكيجيو مقرمشين. وهذه كفكره فقط. الا بغيتو هكا من عجين واحد تخرجوا جوج الحويجات منهم القريشلات، كنت عملتهم معكم نفس العجين العام اللي فات. وهاد الكعك هذا انا غنفتح معكم وحده باش تشوفوا شحال مقرمش وشحال كيجي خاوي من الداخل، باش تعرفوه شحال ناجح وغزال. ما بقى لي الا نقول لكم، كانت معكم ام شمس وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب.